رجعت من شغلي وتعبان، دخلت البيت لقيت مراتي قاعدة في الصالة ونازلة عياط بحرقة. كان في مصيبة حصلت. اتفزعت وقلت لها في ايه يا حبيبتي؟ حد من اهلي برله حاجة؟ طمنيني. بصيت لي وهي بتشهق وقالت لا، انا بقالي طول اليوم بحاول افتح برطمان المربى اللي انت بتحبه ومش عارفة. حسيت اني ضعيفة ومش مستحقة اكون زوجتك. ابتسمت برقة كده وقلت لها يا حبيبتي ده امر بسيط جدا، بطلي عياط. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. أخدت البرطمان وقلت بسم الله وحاولت بكل قوتي لحد ما وشي احمر، والبرطمان ولا هو هنا، كأنه ملحوم بالحام. لما مراتي شافتني بعاني زاد عياطها وقالت حتى انت. انا من كتر الدراما والغيظ رحت المطبخ وجبت الشاكوش ورجعت، وبخبطه واحده طيرت غطا البرطمان، بس طبعا البرطمان كل اتدشمل والمربى غرقت الارض. وقفت ابص للمربى وهي سايحه وبصيت لها بكل هدوء وقلت لها شفتي، انا ضحيت بالبرطمان عشان كرامتنا، مفيش برطمان في البيت ده يقدر يتحدانا. فجاه مراتي بطلت عياط وبصت لي ببراءه وقالت على فكره انا كنت بحاول افتحه ناحيه الشمال وهو بيتفتح ناحيه اليمين، لسه واخده بالي دلوقتي وانت بتضربه بالشاكوش.